يبدأ الفيلم مع لوم القاتل المحترف، واللي أول ما بيرجع للبيت بيكتشف إن عيلته كلها اتقتلت، واللي قتلهم مجموعة من المافيا ما تعرفش الرحمة. فبيروح يسحب السيف بتاعه وبيكون مصمم على الانتقام من خلال إنه يلاحق القاتل، وبيوصل فعلا لمقر المافيا الرئيسي وبينزل فيهم كلهم ضرب وطحن واحد ورا التاني. وبيبص حواليه فبيلاقي زعماء المافيا، وبيقدر بعد قتالات عنيفة يخلص عليهم واحد ورا التاني. بعدها بتمر سنين طويلة وبيبدأ لوم يعيش حياة هادية، وبيشتغل مجموعة من الوظائف الغريبة في السوق. بعد ما بيخلص مهامه اليومية بيرجع لبيته المتواضع في القرية المجاورة، وبيكون لوم اتجوز مرة تانية من ست أرملة، وبيكون في علاقة حب بينه وبين بنتها هين. بالرغم من انه جوز امها الا انه بيهتم بيها كأنها مراته. وفي يوم بتروح هين لمامتها بتقول لها انها اتعرضت عليها وظيفة جديدة عن طريق واحد اسمه تين. بتحس امها انها قلقانة من تين، وبتبدأ تستفسر من بنتها عن المدة اللي عرفته فيها ونوع الوظيفة. فبتعرفها انها ما عرفتهوش الا من اسبوع، لكنها حاسة انه شخص جدير بالثقة. على الرغم من تفاؤل بنتها الا ان امها بتكون قلقانة عليها، وبتنصحها انها ما تروحش تقدم في الوظيفة. بتتضايق هين من امها لانها بتكون مش طايقة الحياة الفقيرة اللي هم عايشين فيها، وبتكون مصممة انها تسيبهم وتسافر تشتغل، لدرجة انها بتلومهم انهم ما عملوش زيها من زمان. بيحاول لوم يهدي هين وبيعرفها ان مامتها خايفة عليها وبتحبها. بالرغم من كلامه الا ان هين بتزعق لهم وبتأكد لهم انها هتسافر برضاهم او غصب عنهم. فبيضطر لوم في النهاية انه يوافق. بعدها بتروح هين تقابل تين، وأول ما بيتحركوا سوا بيلفتوا انتباه خياط في المدينة. بيكون لوم ومامتها قلقانين عليها لأنهم ما جاتلهمش أي مكالمة منها من وقت ما سافرت، لكنهم أخيرا بيستريحوا أول ما بيجيلهم اتصال منها. بتعرف والدتها إنها وصلت بالسلامة وحالتها كويسة جدا. لما بيسمعوا كلامها بتحس أمها ولوم بالاطمئنان، وبتنصحها أمها إنها ترجع البيت أول ما تخلص مقابلة الشغل. بعدها بتروح هين لواحدة ست تستفسر منها عن مقابلتها الجاية. في الوقت ده بتتفاجئ بتين ومعاه مجموعة من الرجالة، وبيبان إنهم ناويين على نية وحشة. وبتحس هين إن في خطر على حياتها وبتحاول تهرب، لكن رجال التين بيقدروا إنهم يقبضوا عليها. في الوقت ده بيكون لوم وأمها قلقهم عليها بيزيد يوم عن يوم، وبيبدأ الوقت يتأخر بالليل وبتكون هي لسه ما جاتش، ومش بيقدروا يوصلوا لتليفونها. تاني يوم بتقرر أم هين ولوم إنهم يبلغوا الشرطة عن اختفائها، فبتعرفهم الشرطة إنهم هيدوروا في الموضوع. وبعد 48 ساعة من البحث بتجيلهم إشارة إن في زيادة في عدد الفتيات المفقودة، وبينبه الآباء إنهم ياخدوا بالهم من ولادهم. لحد ما بيقابل لوم بالصدفة جارهم الخياط، واللي بيقوله إنه شافها مع واحد كان ماشي مع راجل مشبوه اليوم اللي قبله، وإنه في الوقت ده كان بيتصور مع واحد من زباينه، وهم جم في خلفية الصورة بالصدفة. فبيعرفوا إن المسؤول عن اختفاء هين هو تين، واللي عرض عليها الوظيفة. فبيقرر لوم إنه يطلب المساعدة من صديقه القديم لو، زعيم عصابة كبيرة جدا، واللي لوم بيكون خدمه خدمة كبيرة جدا قبل كده. وبيبدأ يسأل لوم عن هوية تين ومكان وجوده، وبيسأله لو كان معاه صورة ليه أو حاجة. وبيتصدم لوم لما بيعرف إن تين كان سيء السمعة أصلا وقائد لعصابة كبيرة واللي متخصصة في خطف البنات. فبيأمر له رجالته على الفور إنهم يتعقبوا مكان تين. بيقترح له على لوم إنه ياخد رجالته معاه. بعدها بكام ساعة بتيجي أخبار للوم إن تين في صالة للتدليك، وبيعرض عليه لو إنه ياخد رجالته معاه، لكن لوم بيرفض وبيشكر له على مساعدته ليه وبيسيبه وبيمشي. وبيروح فورا لصالة التدليك، واللي بيكونوا مش عاوزين يدخلوه في البداية لكنه بيدخل بالعافية. بيتفاجئ ان في مجموعة من رجال التيم بيهاجموه، لكن لوم بيكون قوي جدا وبيهزمهم كلهم واحد ورا التاني. بعدها بيدخل لوم غرفة تين وبيسأله هين فين بالظبط. فبيعترف له تين انه باعها لمجموعة من المافيا، وانه ما عندوش اي فكرة دلوقتي عن مكان وجودها. وبيكون لوم خانقه من رقبته وهيموته. فبيقترح عليه تين انه يدور على واحد اسمه تانا، هو اللي كان موجود في سوق البيع من فترة قريبة جدا، وهو اللي ممكن يكون عنده معلومة عن مكان هين. من غير أي تردد بيتحرك لوم بسرعة ناحية السوق المركزي، وبيدور على تينا وفي الآخر بيقدر يلاقيه. فبيبدأ تينا يجري منه وبيطارده لوم في كل حتة، لكن للأسف بينجح إنه يهرب منه بعد ما لوم بيخبطه موتوسيكل وبيقع على الأرض.
بعدها بشوية بيلاقي لوم نفسه محتجز من الشرطة، وبياخدوا واحد من المخبرين علشان يقابل رئيس المباحث، واللي بيبدأ يسأل لوم عن مطاردته لتينا. فبيعرفوا لوم إن بنته اتخطفت من العصابة بتاعت تينا. لما بيسمع الضابط كلامه بينصحه إنه يبطل يتتبع تينا، لأن الشرطة كانت بتحقق فعلا في الموضوع اللي هو شاكك فيه، وبتكون الشرطة قلقانة إن تدخل لوم يعقد الأمور أكتر. لما بيخرج لوم من المكتب بيطلب الضابط من المساعد بتاعه إنه يفضل وراه. في الوقت ده بتروح العصابة بتاعت تين لمرات لوم علشان تنتقم منه بعد خناقتهم الأخيرة، فبيتفاجئ لوم بيهم وبيبدأ قتال عنيف جدا ما بينهم، واللي بيبقى كل اللي همه سلامة مراته. وده بيدي فرصة لمجموعة تين إنها تتمكن من لوم. وواحد من الجيران بيجي وبينبههم إن الشرطة وصلت، فبيوقفوا ضرب في لوم وبيسيبوه يمشوا. بيكون في ست جنبهم شعرها أزرق، واللي بتلاحظ ان في حاجة غريبة بتحصل، فبتتوسل مرات لوم ليه انه يوعدها انه هينقذ بنتها. فبيوعدها لوم وبتتنقل مراته فورا على المستشفى. بعدها بنروح لهين، واللي بتكون محبوسة مع مجموعة من البنات، واللي بيكونوا رايحين لكمبوديا علشان يشتغلوا. تاني يوم بيقابلوا زعيم مافيا دولي اسمه تونج، وبنكتشف ان البنت اللي شعرها ازرق شغالة مع تونج اصلا. بيكون تونج متضايق جدا من تين لانه باع هين، فبيعرفوا تين ان لوم قاتل محترف سابق وسمعته وحشة في منطقته. فبيأمر تونج البنت اللي شعرها ازرق انها تخلص على تين. في الوقت اللي بيروح لوم لقاتل محترف كان ليه علاقة بيه زمان، واللي بيعرفه ان بنته اتخطفت عن طريق مجموعة من المافيا الدولية، واللي زعيمها واحد اسمه تونج وعنده 2 من المساعدين المخلصين ليه. فبيعرفوا ان تونج عنده معرض فني في وسط المدينة، وده بيخليه ممكن اي حد يوصله بسهولة. فبيروح لوم فعلا للمعرض بتاع تونج. قبل ما يدخل بيقرب من راجل بره وبيطلب منه يتصل بلو لو اتأخر جوه اكتر من ساعة، وبيديله رقم تليفون لو وفلوس وبيسيبه بيمشي. بيوافق الراجل على كلامه وبيدخل لوم للمعرض، وبيكون لازم يواجه رجالة تونج اللي بيكونوا مستخبيين وسط التماثيل. بالرغم من انهم بيكونوا لابسين اقنعة، الا ان لوم بيقدر يقضي عليهم واحد ورا التاني، وبيكون القتال عنيف جدا ما بينهم. بعدها بيدخل الأوضة التانية واللي بيكون فيها مقاتلين اقوى، لكن بمهارته القتالية العالية بيقدر لوم انه يهزمهم في النهاية، وبيبدأ يستعد علشان يدور على تونج. في الأوضة اللي بعدها بيتفاجئ بشبكة بتقع عليه وبتكتفه، وبيوصل تونج للمكان ومعاه رجالته، واللي بيكون من ضمنهم تانا. فبيعرف تونج لوم انه عارف الماضي الاسود بتاعه، وانه شايف انه دلوقتي بقى عاجز ونهايته قربت جدا، وبيطلب من تانا يخلص عليه من غير ما يعمل اي دم ولا شوشرة في المعرض بتاعه. وبيبدأ رجالة تونج يضربوا لوم بكل قوة وحشية، وبيأمرهم ياخدوه من قدامه. وقبل ما يمشي بيعرفوا تانج انه راح لمراته المستشفى وعمل نفسه دكتور وقتلها بكل وحشية، لدرجة انه بيوريله السلسلة اللي كانت لابسها مراته. فبينفعل لوم جدا وبيتحرك علشان ينتقم منهم، لكن تانا بيصدموا على الفور بالصعق الكهربائي. فبيوصل رجالة لوم بالعربية في الوقت المناسب وبياخدوه على اخر لحظة من عند تانا. تاني يوم لما بيرجع للوم وعيه بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه عند لو، ولما بيسأله عن مراته بيعرفوا له انها للأسف ماتت، لكن اهم حاجة بالنسبة له دلوقتي هو انقاذ هين قبل ما يخرجوها برا البلد. وبيعرفوا له ان هين دلوقتي في سفينة خارجة برا البلد مع رجالة تانج. لما بيسمع لوم كلامه بيكون مصمم على انقاذ هين، ولما مش بيعرض عليه له المساعدة بيتحرج لوم انه يطلب منه، وبيحس انه ساعده بما فيه الكفاية وبيرفض اي مساعدة منه. بعد وقت قصير من وصول لوم للمينا بيتحرك في مركب صغيرة بسرعة علشان يلاحق السفينة، وبعد مطاردات كبيرة بينجح في النهاية انه يحدد موقعها، وبيقدر يتسلل بكل هدوء لمتن السفينة. مش بيضيع اي وقت وبيبدأ يقتل رجال التانج واحد ورا التاني، وبيتفاجئ بمجموعة من رجال التانج التانيين مستعدين للقتال معاه، وبيلاقي نفسه قدامه عدد كبير جدا وصعب انه يتغلب عليهم. لما بيحس نفسه خلاص قرب يتهزم بتوصل رجالة لو على اخر لحظة، وبيبدأ لو بنفسه يهاجم البنت اللي شعرها ازرق، واللي بتكون شرسة وقوية جدا في القتال، وبتكون على وشك انها تهزمه، لكن لوم بيلحقوا على اخر لحظة وبيقدروا هما الاتنين يخلصوا على الست اللي شعرها ازرق. في نفس الوقت بيشتبك لوم مع تانج في معركة شرسة جدا، وبيوقعوا لوم على الارض، وقبل
قبل ما يديله الضربة القاضية بيتفاجئ بتينا بيهاجمه. بالرغم من المصاعب اللي واجهته إلا إن لوم بينجح إنه ينتصر عليهم بكل صعوبة، وبيطلع لول الدور اللي فوق في السفينة علشان يحاول ينقذ هين والرهاين الباقيين، وبينجح فعلا إنه يحدد موقعهم ويطلق سراحهم. لما بيقابل لوم هين لأول مرة بيكتشف إنها كانت محتجزة من رجال تانج، واللي بيكون حاطط سكينة على رقبة هين، فبتعضه من إيده وبيقدر لوم إنه يهاجمه وبيكون خلاص قرب يخلص عليه. وقبل ما يخلص عليه بيضربه ضابط الشرطة بالرصاص على آخر لحظة، وبينجح لوم أخيرا إنه ينقذ هين، وبتكون الشرطة سيطرت على السفينة. بعد ما بياخد العلاج المناسب بيرجع للوم وعيه، وبعد الحادثة بيرجع هو وهين للبيت وبيدعو لمراته اللي ماتت، وبتكون هين متضايقة جدا لأن كل ده بسبب إنها ما سمعتش كلام مامتها. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات، واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، وما تنساش تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.